ازاي بابسط الطرق يقدروا يخرجوا من كل الامور اللي عامله لهم اعاقات في حياتهم، الانماط اللي بتعمل اعاقات، الاستراتيجيات، الافكار، ويبداوا فعلا يحيوا حياه فيها استمتاع واكثر راحه. فقولي لي كده، يعني اصلا ازاي الانماط بتاعتنا الفكريه دي بتتكون؟ هو اصلا كلمه انماط فكريه محتاجه تترجم لوحدها. يعني ترجمي. ايه نمط؟ يعني ايه نمط فكري؟ يعني اللي بيتفرج على الحلقه مش كل الناس فاهمه يعني ايه نمط فكري. هو النمط اكيد. الفكري هو النضاره اللي انا ببدا اشوف بيها الاحداث، اللي ممكن تخلي 4 في حدث واحد، كل واحد يقرا الحدث بشكل مختلف. حد ممكن يشوفه رائع جدا، وحد ممكن يشوفه مخيف جدا، حد ممكن يشوفه ممتع جدا. احنا ممكن يعني نتفرج على فيلم واحد ونختلف كلنا في رأينا في الفيلم ده. طب ايه اللي بيحط نقطة الخلاف دي؟ هي مش انا وانتي، هي النضارة اللي انا بدرك بيها الامر، والنضارة اللي انتي بتدركي بيها الامر. مهم. وهنا بقى لو ادركنا القصة دي هنبعد تماما عن قصة الشخصنة. يعني لما انا وانتي نشوف حاجة واحدة، انا بشوفها بشكل وانت بتشوفيها بشكل، فدي النضاره الفكريه بتاعتي ودي النضاره الفكريه بتاعتك، دي مش انا وانت. هي النضاره الفكريه او النمط الفكري ده هي المنفذ اللي انا بشوف بيه الاحداث، الطريقه اللي انا بأدرك بيها الاحداث. ليه نفس الحدث اتنين يشوفوه بمنظورين مختلفين؟